من 15 آب لغاية 15 شباط. التسلح والعنف في الباكاكا. الجزء الثاني. الباكاكا ومشروع الدولة التركية ضد الحركة الكردية في كردستان تركيا. كتابة تاريخ العنف المرير وتسلح الباكاكا هي بمعنى تاريخ الباكاكا نفسها، كون هذه التنظيمة تأسست وبنيت على العنف، فلا مناص من إبراز الخطوط العريضة لتاريخ كردستان تركيا في النصف الثاني من المئوية العشرين من أجل فهم واستيعاب مسألة تسلح الباكاكا وعنفها. عقدي الخمسين والستين هي عقدي تحرر الكرد من التقاعس والوهن والذلة، فمنذ عام 1942 بدأت الحركة الكردية في كردستان تركيا، واستطاعت لغاية 58 الصمود أمام وكلاء الأتراك الذين يستهدفون الكرد وإدانتهم. كما كانت هناك حركة اجتماعية خلال خمسينيات القرن المنصرم. في ستينيات القرن المنصرم كانت سحب الوهن والذل إثر الانتكاسات التي أصابت الكرد عقب انتفاضات شيخ سعيد وجمهورية أجري ومجازر ديرسم تتبدد وتضمحل، وكانت براعم الحركات والتنظيمات السياسية تنمو من جديد. وكان تأسيس أول حزب عصري للكرد في تركيا باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني تركيا، فصان الحزب الجديد استقلالية الكرد في تركيا وسمى نفسه بهذا الاسم تيمنا ببدكا العراق. لم يسر تذويب الكرد في مدن وجبال كردستان، فالنضال الديمقراطي الكردستاني وبالأخص في سوريا والعراق أصبح محرك هذه اليقظة في كردستان تركيا وفي المناطق الحدودية للعراق وسوريا. وكرد منطقة بوتان وهكاري وميردين أصبح باستطاعتهم رؤية نضال البدكة هناك والشعور بنبضها وإخلاصها. نعم، كانت هناك حدود اصطناعية بين تلك المناطق، غير أن وحدة الثقافة والتاريخ لم تكن لتعترف بأي حدود مرسومة، فكانوا يشعرون بأنهم جزء لا يتجزأ من النضال والمقاومة المشتعلة هناك، وبالأخص من نضال البيشمركة وكفاحهم. فكان الشعب في كردستان تركيا في قلب النضال والحركة القومية، يتحدثون بلغتهم الكردية الأم، بمعنى أن كردستان تركيا لم تكن بمنأى عن الأحداث، بل كانت تعيش في قلب الحدث. فنظرية الباكاكا القائلة في المرة الأولى قلنا بأن كردستان مستعمرة وأن الكرد في تركيا كانوا كجسد ميت ونحن من أحييناه بعيدة كل البعد عن الحقيقة والصدق، فالكرد لم يكونوا أمواتا، كما أنها ليست أول من قالت بأن كردستان محتلة. فزنار سلوبي قادر جميل باشا كان قد قال بداية القرن العشرين بأن كردستان محتلة، كما قال أحد مؤسسي باكاكا تركيا يدعى شاكر أبو الزمير أمام القاضي عام 69 بأن كردستان مستعمرة لتركيا منذ 46 عاما. فالكرد كانوا في يقظة سياسية لدرجة أن يدركوا حقيقة واقعهم ووضعهم آنذاك، كما شعرت كافة الدول وتركيا من بينهم بهذا الانبعاث الكردي ويقظتهم. التقارير الأمريكية والتركية حول الكرد. عام 1952 زالت القنصلية الأمريكية في تركيا مدنا كردستانية، وكتب تقريرا جاء فيه: ورغم استمرار الحكومة التركية على موقفها الرافض لوجود أي مشكلة كردية، غير أن هناك ما يقارب من 1,000,000 إلى 1,300,000 إنسان يتحدثون باللغة الكردية في حدود هذه البلاد، وبهذا سيخلقون المشاكل للأتراك مستقبلا. بمعنى أن بوادر ظهور المقاومة في كردستان تركيا في تقرير الكرد عام 52 كانت تظهر بوضوح. كانت الدولة التركية تتخوف من الحركات الكردية في كردستان تركيا، وكذلك حزبي الديمقراطي الكردستاني في العراق وسوريا، وتراها مخاطر عظيمة تدك أسسها. ففي تقرير نهاية العام لعام 1960 أبلغ تركيا يأسها وذعرها لأمريكا قائلة: الحركات الكردية الداخلية والخارجية خطيرة. كما جاء في التقرير: ينبغي على أمريكا تبني موقف تجاه هذا الوضع، ونحن سنكون أصحاب مشروع وفق مفهوم الدولة. فنهضة الكرد وكردستان في كافة أجزاء كردستان الأربعة جعلت الاستعمار التركي في نشاط وحركة مستمرة. ففي بداية المئوية حاولت الدولة التركية صرف النظر عن قضية الإبادة والمجازر بحق القضية الكردية، غير أن الحقيقة الاجتماعية للكرد أفشلت هذه المساعي والمحاولات. فأحدثت الدولة التركية في ستينيات القرن المنصرم تصورا جديدا للكرد، وباعدت بين الحركات الكردية وانخرطت في إدارتها وصنعت كرد تركيا. فأدارت الدولة التركية برنامجا طويل الأمد لتحقيق هذا الهدف، فاستمر هذا البرنامج لغاية نهاية تسعينيات القرن المنصرم. وقد تحكم هذا البرنامج بالحركة
الحركات والتنظيمات الكردية لغاية 1980، كما قضى على الوطنيين المخلصين والراديكاليين. اليسار التركي والشكوك الحائمة. في العقد الستيني شهدت الحركات اليسارية واليمينية نشاطا بارزا في تركيا، وكان اليمينيون الأتراك في علاقات مباشرة وتواصل مستمر مع الدولة، فكانوا يؤيدونها. وأما اليساريين الأتراك فمهما ابتعدوا عن الدولة فإنها تعدهم رجالاتها وتقودها في الظلام. فكانت للدولة علاقات سرية مع العديد من الكوادر المتقدمين للتنظيمات والحركات اليسارية، بل حتى لمؤسسي تيب أيضا. فالعديد من الأسماء التي تحتدم النقاشات حولها أمثال كمال سولكر وماهر كايناك ودوغو برينجيك وغيرهم ما زالوا يعملون من أجل مستقبل الدولة التركية. فمن البديهي أن يكون اليسار التركي من صنع الدولة حسب مقولات مصطفى كمال. لو أصبحت الدولة بحاجة للشيوعية فسنأتي بها أيضا. وموضوعنا هنا ليس اليسار التركي، بل لب الموضوع هو أن دولة ومنذ الستينيات كلفت اليساريين الأتراك بمهمة صرف الكرد والحركات الكردية عن أهدافهم القومية وغرقهم بتأثيراتهم القشرية وإبعادهم عن مطالبتهم بهويتهم القومية وتحوير قضيتهم القومية إلى قضية حقوق وعدالة ومساواة. فالحق أننا نعرف جيدا أن الدولة هي من كلفت هذا اليسار التركي بردع الكرد من نهج خط قومي مستقل، فأصبح اليسار التركي كنبع نضال الكرد وكفاحهم، وهذه كانت أكبر مصيدة لاصطياد شباب الكرد وخداعهم. فبذل هذا الجناح محاولات استثنائية لغرق شباب الكرد في ذهنيتهم اليسارية هذه في ستينيات القرن المنصرم. لهذا فسحت الدولة لهم المجال وعبدت لهم الطرق. فكانت أهم خطوة للدولة في محاولاتها لصنع الكرد التركي هي إدخال الكرد في صفوف اليساريين الأتراك، وهذه السياسة تدار لغاية يومنا هذا. اختيار الطريق وتنقية الكرد السيئين. لم تقدر الدولة على تسخير الكرد وتوظيفهم وفق المقولة اليسارية الكفاح المشترك ضد الإمبريالية. كما لم ينخدع الكرد بعبارة كلنا مسلمون، فأصبح الكرد أرباب إخلاص الديمقراطي الكردستاني. ولم تستطع الدولة منع كردايتية الكرد، فقامت باغتيال من أنار السبل أمام القضية الكردية سواء في العلن أو سرا. من أمثال هؤلاء فائق بوجاك الذي استشهد في رهاي، علما أن جرحه لم يكن بجرح قاتل غير أنه قتل في المستشفى. فصفت الدولة التركية قادة كردستان تركيا واحدا تلو الآخر، ولم يكن دكتور شيفان إلا استمرارا لهذه المهمة والعملية. فمن جانب أبادت الدولة كبار الكرد وعظمائهم، ومن جانب كانت تضع مشاريع لخرق الحركات الكردية وتمزيقها. فيا ترى هل أرادت تركيا من تعبيد الطرق فتح طرق جديدة لآخرين؟ أوجلان والاستخبارات التركية. ما كان موقع أوجلان في الحقيقة التي سردناها؟ حقيقة من الواجب على عاتق مثقف الكرد الوقوف على هذا التساؤل ماليا، كونه يحوي المئات من النقاط المظلمة. والملفت للنظر أن الدولة التركية تحاول إخفاء هذه النقاط بقدر إخفاء تنظيمات البكك لها. فعلاقات أوجلان والمخابرات التركية هي خط أحمر للدولة التركية والبكك على حد سواء. فقد اغتيل الكاتب والصحفي التركي أوغور مومجو في 23 من شباط عام 1993 عندما كان يتحرى علاقات أوجلان والمخابرات التركية ويؤلف كتابا بعنوان القضية الكردية، فقتل بانفجار عبوة مزروعة في سيارته. ولم تكشف الدولة عن قتلته، ليتضح فيما بعد أن الدولة لا تريد كشف قتلته. فاغتيال أوغور مومجو والتنظيمات التي كان أوجلان عضوا فيها قبل تأسيس البكك، وزواج أوجلان من ابنة أحد أعضاء المخابرات التركية ورفاقه منها وغيرها من المسائل توضح وجود علاقات قوية بين أوجلان والمخابرات التركية. كيف كانت طبيعة علاقة أوجلان والمخابرات؟ وهل أرادت الدولة تمهيد الطريق أمام أوجلان من وراء اغتيال الكوادر الكرد في سبعينيات القرن المنصرم؟ وهل مهدت السبل أمامه؟ نحن نطرح تساؤلات تحتاج لإجابات مديدة وواسعة. فلدى الحديث والكتابة عن تاريخ العنف والتسلح في البكك نرى ضرورة تسليط الضوء على الأحداث من هذا المنظور أيضا، ليتضح التاريخ أكثر فأكثر.